مرمى هنا لمنير المحمدي. هذه الإعادة لتجديد الانتصار والعبور. ومنير يراوغ. منير الثقة مطلوبة، لكن لما تكون الثقة زايدة هنا تظهر الأخطاء. الهدف الوحيد ستلعب هذه الركنية لفائدة لاسيك، ومنير بعد ذلك بالراس. كامارا يتدخل بالراس. هنا الخروج فريق الإيفواري. مساوي يتقدم، المساوي يتقدم، المساوي 1 ضد 1. المساوي أين هي العرضية يا المساوي؟ لا زالت بركانية. الألوان اللون البرتغالي، السمة البارزة في الدوري المغربي. هذه الكرة واصلة والتغطية الدفاعية بعد ذلك تصل إلى ركنية. ثاني الركنيات لفريق لاسيك. حمزة المساوي هنا في لحظة انفعال. هذه منطقة جزاء. ياسين وبالراس. من يتابع الكرة الثانية؟ الخيري توصل على الطرف الأيمن. هذه ممكن العرضية في راسية المليوي. لكن واضح بأن في راية. أعتقد في راية على المليوي. في راية على أسامة المليوي. نعم. الآن هنا الباس 1-2. ممتاز الآن واللمسة موجودة والدخول موجود والتسديدة. ممكن ضربة جزاء. نعم. بينالتي للنهضة البركاني. أبونجيل صفر من دون تردد. فلماذا الاحتجاج؟ هو شاف بعينه، هو كان قريب، هو عاين عن قرب، هو تابع التحركات. التمركز مثالي للجنوب افريقي هنا في الإعلان عن ضربة جزاء. ما هو القرار يا أبونجيل؟ ما هو القرار؟ ماذا؟ ليس هناك ضربة جزاء. في النهاية عدل على الطرف الأيسر لفائدة الفريق الإيفواري. العرضية برافو. انطلاقة للاسيك. هذه صعبة. منير لاسيك في المرتدات. ياسين البحيري. ياسين يلعب الكرة للمساوي. المساوي يرفع كرة هنا في القائم الأول. التحضير، لكن الكرة للأمام بالراس. دائما يا شباب الثانية. هذه المتابعة الثانية للكرة عن طريق ياسين والعرضية. الدفاع يتدخل. زوزو ومن أبعد الكرة. في طريقة إلى التماس، في طريقة إلى التمنعوت. لمن يمنعوت؟ المليوي يطلبها في المنطقة. المليوي لكن سهلة لحارس المرمى فولي. لكن سهلة الكرة. أعتقد لمسة المدافع وبالتالي ضعفت قوتها وصارت سهلة لحارس المرمى فولي. يرى في الشبكلان. والدفاع يتدخل. تصورنا بأن يمشي منعوت الآن. يرفع الكرة منعوت. لا يا منعوت.